السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفنا، ازيكم واهلا بيكم في مطبخ ام شريف. النهارده هنعمل مع بعض مش وصفه ولا اكله ولا حاجه، بس انا النهارده كنت دخلت المطبخ كده وحبيت اقلب في الخزين اللي عندي واشوف ايه الحاجات اللي المفروض خلاص صلاحيتها قربت تنتهي، والحاجات اللي انا احاول اخلصها قبل حاجات تانية. فانا اكتشفت ان انا لسه فاضل عندي كميه دقيق. فالدقيق ده طبعا الشهرين الجايين دول هيبقى حر جدا. لو انا سبت كميه الدقيق دي كلها في المطبخ عندي او في ظرفه الخزين ممكن تسوس او ممكن تبوظ مني. فانا قلت انا هجهزه وعينه بحيث ان هو يعمل عندي فتره طويله، لان انا لو سبته هيبوظ وهخسره طبعا. والدقيق ده ممتاز جدا، ده جميع الاغراض، اعمل منه قرص، اعمل منه فطير، اعمل منه بيتزا، اعمل منه كل المعجنات. هايل. فانا طبعا مش عايزه اخسره لان هو كميه كبيره زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو. فانا قلت كده هعمله، وبعدين فكرت قلت يمكن حد يكون عنده زي كده فيحاول اعمل فيديو ده بحيث ان هو يستفاد يعني. دلوقتي انا كنت بعمل انا جبت الدقيق اللي عندي طبعا، فضيته بالشكاره، وده المنخل اللي محدش يعرفه، ده المنخل. طبعا المناخل ديت انواع. ده المنخل الضيق للدقيق الزيرو، وفي منخل واسع شويه للدقيق اللي هو القمح الحبه الكامله، عشان بيبقى واسع شويه. وفي طبعا المنخل السلك اللي هو للردة، وفي ناس بتعمل منه الكسكسي. وفي منخل ناعم خالص خالص ده باسمه منخل مناع، ده بيبقى ضيق جدا. يعني ده بيبقى يعني بعد ما تنخلي الزيرو كمان، يعني تنخلي بيه ما بينزلش حتى ترابايه. فانا قلت جبت المنخل بتاعي وحطيت كميه الدقيق وقعدت طبعا بالشكل ده ننخل كده زي زمان اهو. شايفين اهوت انا نخلت طبعا كميه الدقيق، انا سبت دول بس عشان خاطر تشوفوهم معايا اهو كده. لو في اي حاجه عندي في الدقيق، عايزه اقولك كمان لو الدقيق بتاعك لا قدر الله مثلا عندك كميه ولقيت الدقيق بتاعك طبعا سوي سوسه بسيطه. لو سوي سوسه بسيطه ما تقولوش مثلا ده باظ انا هرميه، لا هو كده ما بص ولا حاجه، بس هو كده خلاص داخل في مرحله ان هو هيبوظ. تجيبيه تنخليه بالمنخل زي ما انا ما نخلته كده برده، وتعينيه في لو عندك كميه بسيطه ممكن تحطها في كيس بلاستيك، او يستحسن كمان تحطيه في كيس قماش، وبعد الكيس القماش تحطيه في كيس بلاستيك وتحطيه في درج التلاجة. ما عندكيش مكان في التلاجة عادي والله، ساعات برضه ما يبقى عندي كميه والتلاجة زحمه والفريزر فيه مكان بحطه في الفريزر لان هو مش هيتجمد، انا بجيبه بطلعه بيبقى دقيق برضه. فعلى حسب انتي عندك وظروفك بدل الحاجه ما تبوظ. وطبعا احنا عارفين الاسعار غليت خالص فطبعا خساره. لكن لو لقيتي الدقيق بتاعك سبتيه ولقيتيه سوس ولقيتيه له ريحه، خلاص مادام الدقيق غير ريحته وبقت ريحته وحشه او له ريحه نفاذه، تعرفي ان الدقيق بتاعك خلاص باظ بقى، تستعوضي ربنا فيه. فانت تعملي عشان خاطر لو انت جايبه دقيق او رز او مكرونه، يعني الحاجات دي برضو بتبقى متشابهه عندك، ما تحطوش. حاولي تحطي حاجه بعيده عن المطبخ او ظرفه الخزين كمان اللي في المطبخ بتبقى حر جدا، وخصوصا لو احنا في الصيف. انت عندك دلوقتي الفرن بيبقى شغال، البوتاجاز بيبقى شغال، بيبقى عندك درجة الفرن المطبخ بيبقى حر، حتى لو في شفاط حتى لو في مروحة انت بتشغلها وقت معين، لكن المطبخ عامة بيبقى حر. فحاولي تحطي لو عندك مكان تاني، مثلا في اوضه الولاد، في اي اوضه عندك انت عاملاها للخزين، تحطيها على السيراميك كده على البلاط مباشر، ومكان يكون هاوي او يكون بحري بمعنى اصح يعني في طراوه، او مكان بيكون انت مشغله فيه المروحه فتره طويله، بس طبعا ما تروحيش تحطيه في الصاله يعني. المهم مكان يكون جيد التهويه. الحاجات دي هتعيش معاكي فتره طويله طبعا. لكن لو عامله اكياس بقى بسيطه كده، في ناس بتجيب خزين بيتها ده بالشكاير، شكارة دقيق، شكارة رز، شكارة مكرونه، ده انا بتكلم على الموضوع ده. لكن لو انت بتجيبي اكياس طبعا حاولي تبقى الشهر بشهره كميه بسيطه بكميه بسيطه عشان ما تبص منك. هنرجع تاني للدقيق، احنا نخلنا الدقيق كله وما فيهوش اي حاجه الحمد لله. انا طبعا لو سبته كمان الشهر الجاي هيسوس. طبعا انا مش هستخدم الكميه دي كلها، ده ما شاء الله كميه كبيره اهو، داخلين على 10 كيلو يعني، فمش ده كتير طبعا. فانا عملت انا نقصت كده خلاص، انا المنخل خلاص، انا عملت الكميه في العلبه ديت اهي. ده انا هحطه عندي في المطبخ، هغطيه واسيبه عندي في قلب المطبخ في ضرفة الخزين. بعمل اي حاجة محتاجة شوية دقيق، بعمل صينية كيكة، بعمل اي حاجة محتاجة كمية دقيق بسيطة، انا باخد من العلبة دي اللي عندي دي وخلاص. يعني ديت انا مش هحطها في التلاجة ولا حاجة، ديت هحطها كده في المطبخ. هنيجي للدقيق ده،
الدقيق ده انا هجيب له كيس مخده. لو تعرفوا الكنب بتاع الكنب الفلاحي او الكنب البلدي، المخدات الصغيره دي بيبقى لها مخدات صغيره، او ما عندكوش ده لو حد ما يعرفش ديت، كيس المخده عادي بتاع السرير، خدي صغيره ممكن تحطيه فيها وتربطيها وتدخليها في كيس. ما عندكيش كيس زياده وانت مش مستغنيه عنه، حطي في كيس بلاستيك بس، يعني خلي الكيس مزدوج، عبيه في كيس وبعد الكيس حطي في كيس كمان واربطيه كويس قوي، ما تخليهوش يخش له اي هوا، وحطيه في درج التلاجة واستخدمي منه زي ما انت عايزه. هيقعد معاكي فتره طويله جدا، ممكن يقعد معاكي بالسنه وزياده كمان في التلاجة، مش هيجرى له حاجه. لكن دي ده لو اتساب فتره طويله طبعا هيبوظ. عايزه اقول لك كمان البقوليات، الفول بانواعه طبعا، العدس، الحمص، الترمس، اي بقوليات، اللوبيا، الفاصوليا، كل الحاجات دي برضو ما تسيبهاش، وخصوصا في الشيء في الصيف في بره التلاجة، او تقولي انا مخزناها، هتسوس منك وهتبوظ بسرعه جدا. اي حاجه انت شارياها من البقوليات دي برضو حطيها في درج التلاجة او في باب التلاجة، اعمل لها حته او علبه زي العلبه دي كده، ورصي الحاجه اللي انت حطاها فيها البقوليات دي وغطيها وحطيها، يبقى انت عارفه ان انت العلبه ديت هتعملي لوبيا هتجيبي الكيس، هتعملي فول تجيبي الكيس، عدس بجبه، عدس اصفر، اي حاجه هتقعد معاكي برضو سنه وسنتين مادام في التلاجة، مش هيحصل لها اي حاجه. اتمنى ان انا اكون فدتكم. انا كنت هعمل ده كده كده ليا، انا داخله في المطبخ اشوف كده ايه اللي عندي واظبطه، فحبيت اعمل لكم الفيديو ده. طبعا انا عارفه ان انتوا شاطرين واكيد ناس كتيره قوي عارفه الحاجات دي، بس لو في بنوته لسه صغيره او لسه متجوزه او حد طبعا مش عارف ايه المعلومات دي، فانا ايه بفيده. اتمنى ان انا اكون فدتكم، ولو في اي استفسار عن اي حاجه ابعتولي اسفل الفيديو وانا هرد عليكم. بشكركم جدا من كل قلبي، وشكرا والسلام عليكم.